في عالم غريب وعجيب. الحيوانات مش بس بتعيش وسطنا، دول بيقلدونا كمان. في الفيديو ده هنشوف حاجات عمرك ما كنت تتخيلها، من راكون بيغسل ايده بالميه والصابون، لقرود بتلعب على الكمبيوتر كأنهم موظفين IT، لغوريلا ماسكه الفرشه والصابون وبتنظف الازاز. فخليك معانا لان اللي جاي هيخليك تعيد حساباتك من جديد. هو مين فعلا اللي مسيطر، الانسان ولا الحيوانات؟ القرد ده بيقطع الفاصوليا بهدوء كأن عنده برنامج طبخ على الهوا، ناقص بس يقول النهارده هنعمل أكلة صحية وسهلة لكل أفراد العيلة. الكلب ركب السكوتر وسايق بثقة كأنه طالع مشوار في وسط البلد، ناقص يلبس نظارة شمس بس ويحط سماعة البلوتوث في ودانه. بص الدب ده سايب ال4 رجول وماشي على 2 بس، بيقلدنا حرفيا بالحرف، تحسوا انه بيقول انا واحد منكم يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ الغوريلا دي مش بتهزر، غسلت الفوطة وعصرتها كويس وبعدين مسحت وشها بكل رقة. الكلب ده راجل جدع بجد، شايل الكيس في بقه وماشي بكل احترام، رايح يوصله لحبيبته كأنها وردة، ناقص يقول لها دي طلباتك يا هانم. الغوريلا دي بتقلد البشر بالحرف، ماسكه الفرشه والصابون وبتنظف الازاز زي ما تكون شافت حد بيعمل كده وقالت اهو كده التنظيف الصح ولا بلاش. بص بقى على الكلبه دي، ماشيه على رجلين زي صاحبتها بالظبط، باين عليها بتقلد كل حركه، قالت لنفسها طالما هي بتعمل كده فانا هعمل انا كمان. القرود اتطورت رسميا، القرد ده لابس سماعه ومركز على الشاشه كانه داخل جيم مصيري في بابجي، ناقص بس يشتم في المايك ويقول وينك يا نوب. الكلب ده عايش حياته صح، لابس نضاره شكل ورافع راسه في الهوا كأنه بيقول انا رايح مشوار مهم، ما تسألوش رايح فين. القرد ده واضح انه مهتم بمظهره اكتر من ناس كتير، قاعد يبرد ضوافره بالمبرد كأنه في صالون تجميل، ناقص يقولك دورك بعد يا حبيبتي. بص للمعزة الأم دي وهي بتلعب مع بنتها، طلعتها على الخشبة وبتزقها كأنها في جنينة أطفال، ناقص بس تقول اتمرجحي روحي ماما معاكي. الفار ده مش بسيط خالص، ده راكب العربية اللعبة وبيزمر كأنه في الزحمة، تحس انه مستعجل على ميعاد مهم، ناقص بس يفتح الازاز ويزعق وسع يا باشا. القرود دول واخدين الموبايل ومركزين جدا، بيقلبوا فيه بصوابعهم كأنهم فاهمين، تحس انهم بيشوفوا التيك توك وبيقولوا لبعض شوف دي ده ترند. الغراب ده مش طير عادي، دي صاحبته بتكلمه وهو بيرد عليها بنفس الكلام، تحس انهم داخلين في حوار حقيقي، ناقص يقول لها طب وانت شايفه ايه؟ How are you? How are you? How are you? Pretty cold, buddy. How are you? How are you? I'm cold. بص مين بيتمشى في السوق؟ ده كلب عادي مركز وعارف هو عايز ايه، بيختار الفاكهة والخضار، لا وبيحسب كمان. ايه الصوت ده؟ البغبغان بيعيط وكأنه بشر حقيقي، تحس انه اتظلم وبيقول محدش فاهمني في البيت ده خالص. الارنب ده واضح انه سابق عصره، راكب عربية اطفال وماشي في الشارع كأنه داخل مشوار مهم، ناقص بس يلبس حزام امان ويقول افتحوا لي الطريق يا جماعة. الكلب ده بيعمل صوته وبيتشقلب وهو فرحان، بس بص على التاني بيبرق له بنظرة تقول عيب يا ابني احنا في ضيوف. القرود دول واخدينها جد، نازلين على بعض في الحلبة كأنهم في بطولة عالمية، ناقص بس الحكم يجي يقول فايت والواحد فيهم يطير من فوق الحبل. الكلب ده شكله بيدور على محتواه، قاعد قدام الكمبيوتر ومركز وبيشوف فيديوهات كلاب تانية كأنه بيقول أنا أقدر أعمل أحسن من كده. الكلب ده مش جاي ينبح، ده جاي يعزف، قاعد على البيانو وبيلعب بنغمة، تحس إنه بيحضر حفلة في الأوبرا، ناقص بس الجمهور يسقف له.
القرود دول واخدين شاور 5 نجوم، واقفين تحت الدش والشاور شغال، وكل واحد فيهم بيلف في التاني كأنهم في سبا فخم، شامبو وليفة وتنظيف على أصوله. الفيل ده مش مجرد حيوان، ده فنان تشكيلي ماسك الفرشة برقة وبيرسم بكل تركيز كأنه داخل معرض عالمي، والناس واقفة مستنياه يوقع على اللوحة. القطة دي مش طبيعية خالص، قاعدة مرتاحة كأنها واحدة من أهل البيت، وأصحابها واقفين مذهولين بيبصوا عليها. واحنا بنربي قطة ولا عندنا ضيفة؟ القطة دي شكلها بتراقب الجيران، باصة من ورا الستارة بهدوء تام كده، ومستخبية كأنها في مهمة سرية، تحس إنها حرفيا بتجمع معلومات للمخابرات القططية. الكلب ده مش بس وافي، ده قلبه مكسور، واقف قدام قبر صاحبه وحاطط وردة بكل حزن كأنه بيقول له لسه مستنيك ترجع. الكلب ده مش بس بيضحك، ده بيقلد البشر بالحرف، بصص في الكاميرا ورسم ابتسامة كاملة كأنه اتدرب عليها، تحس انه اتفرج على صورنا وقال اهو كده نضحك. الحمامة دي شكلها حافظة الخط كويس، واقفة على جنب وبتبص على الباب كأنها مستنية محطتها بالظبط. الفرخة دي نسيت إنها فرخة تقريبا، قاعدة بتاكل وتتفرج على التليفون بكل اندماج كأنها واحدة مننا بالظبط. الراكون ده نسي إنه حيوان خالص، ماسك المقشة وبينظف الأرض بمنتهى الجدية كأنه بيحضر البيت للضيوف، تقليد للبشر من الدرجة الأولى. الدب ده شكله قرر يقلد البشر للآخر، حدفوله العيش راح لقطه بإيده بكل هدوء كأنه بيقول إحنا بناكل بأدب هنا، مش زي ما كنت فاكر. الكلب ده لما جاع ما نبحش، ما استناش حد يأكله، راح فتح التلاجة بنفسه وطلع البيتزا وبدأ ياكل. الكلب ده سايق ومتعصب، وشكله واقف مستني واحد بيتأخر عليه بيدي كلاكس كتير، وتحس انه مستعجل على ميعاده ومش ناقص تأخير، تقليد للبشر جد مش هزار يعني. البغبغان ده مش بس حافظ، ده موهوب بجد، صاحبه بيعزف وهو داخل في اللحن بكل إحساس كأنه بيشارك في حفلة موسيقية. القرد قاعد بياكل الزبادي بالمعلقة وكأن ده شيء عادي جدا، تحس انه متعود على كده من زمان. القطة دي نايمة على المخدة كأنها بنت ناس متدلعة، محطوطة في وضعية النوم الملكي، وتقليدها للبشر يخليك تقول ناقص بس تقول تصبحوا على خير. الراكون ده وصل لمرحلة متقدمة جدا من تقليد البشر، قاعد على الحمام بكل طبيعية كأنه متعود على الوضع ده من سنين، تحس انه بيقولك ادوني شوية خصوصية لو سمحتوا. الكلب ده داخل حفلة كلاسيك مش هزار، لابس البيبيون وبيعزف على البيانو بكل رقي كأنه خريج معهد موسيقى. زي ما شفنا الحيوانات مش بس بتعيش وسطنا، دول بيقلدونا بالحرف، من اللي بيكنس للي بيطبخ للي بيعزف وبيتفرج على فيديوهات، تحس ان احنا وهما بقينا نسخة من بعض. بس السؤال الحقيقي دلوقتي مين بيتعلم من مين؟ اشوفكم في فيديو تاني، وافتكر دايما الطبيعة مليانة مفاجآت.